السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، متابعيني، أحلى متابعين وأصحاب وأخوات، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض أحلى طاجن ورق عنب. ما شاء الله. حلو قوي ويفتح النفس. هنجيب الورق العنب البناتي دلوقتي متاح وحلو قوي وسعره كويس، مش غالي خالص، سعره نزل كتير. زي ما انتم شايفين بنرصه على بعض كده او بنحطه كده بنعلقه في بعض كده واحده. بنسيب العنق بتاعها زي ما هو وبنقطع الباقيين وبندخله في قلب العنق بتاع الواحدة اللي سبناها دي، وتفضل كده، يا اما كده يعني، يا اما نرصه على بعض، يا اما نعمله بالطريقة التانية دي. اللي تسلكي فيه اعمليه. بعد كده بقى بنبدأ نسلقه، طبعا شوية مية على البوتاجاز وعليهم عصير ليمونة كده، بنسقطها كلها كده، وبنحط كمان شوية ملح، ونبدأ بقى نحط الورق العنب اللي احنا رصناه على بعضه، ودقيقة على كل وش، على كل ناحية كده بنقلبه دقيقة، نحطه دقيقة. اول ما نلاقيه كده اخد اللون، غير لونه على طول، ما بنسيبهوش يتهري لانه ما بيستحملش، بيستوي بسرعة جدا. وبنطلعه كمان في مية باردة من الحنفية، طبق كده يكون فيه مية من الحنفية ونطلعه فيه. بعد كده بقى بنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. نخلي بالنا ما نهريهوش، ونخلص بقى ونبدأ نشتغل في التسبيكة بتاعتنا. يعني شايفين انا ما بحطهوش كتير خالص. اهم حاجة تحافظي على رصة ورق العنب عشان وانتي بتحشي ما يغلبكيش، لان هو في حشوه بيبقى عايز يتفك من بعضه، فلو هو مش مرصوص هيتعبك قوي. فهو دي الطريقة دي حلوة قوي علشان يسهل عليكي العمايل بعد كده. طبعا الصواريخ بقى، احنا في رمضان، انتوا عارفين، كل سنة وانتم طيبين. والولاد طبعا في الشوارع بتبقى عمالة تضرب صواريخ زي ما انتوا سامعين كده. كل سنة وحضراتكم طيبين. بنبدأ بقى نشيله ونبدأ نعمل الصلصة بقى، تخديعة بتاعة المحشي، معلقتين سمنة وشوية زيت كده، وننزل بالبصلتين الكبار، ونبدأ نقلب فيهم كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي حلو كده. وبعد كده ننزل عليهم بعصير الطماطم، نعمل شفشق الخلاط كده، نعمله طماطم على حسب كمية المحشي اللي انت هتعمليها. عايزة تضيفي صلصة ضيفي، بس انا مش هضيف صلصة المرة دي بصراحة. هنقلب بقى كده ونبدأ نجهز قرن شطة حلو كده حراق. وعلى طبعا الحراق ده اختياري، بس احنا بنحب المحشي حراق شوية. هنبدأ نحط بقى قرن الشطة كده ونقلبه كويس في الصلصة. ونسيبها بقى تتسبك كده، ونحضر التوابل بتاعتنا. طبعا توابل المحشي انا بحط كمون وفلفل اسود وكزبرة وبهارات محشي وشطة وملح. كمون، فلفل اسود، بهارات محشي، كزبرة، شطة وملح. تمام كده. احطهم بقى على التسبيكة بتاعتي او التخديعة بتاعتي، ونقلب فيها كويس قوي لحد ما تمتص كده التوابل بتاعتها وتقصر كده وتتسبك معانا. نرفعها بقى ونبدأ نقطع الخضرة بتاعتنا، اللي هي عبارة عن عبارة عن كزبرة وشبت. نغسلهم كويس قوي، ننقعهم كده 10 دقايق في مية وخل. بعد كده بنشطفهم من مية الفلتر كده، ونبدأ بقى نقطعهم. حاولوا تقطعوه ناعم شوية يا جماعة عشان ما يبانش في المحشي، بيبقى احلى يعني. بعد ما نقطعهم بقى نضيفهم على الرز بتاعنا. طبعا ما ينفعش يعدي رمضان من غير ما نعمل المحشي، ده اساسي يا جماعة. وطبعا المحشي لازم يبقى مشكل. انا طبعا مش عامله محشي ورق عنب بس انا صورت لكم الورق العنب بس. هنقلب بقى كده الخضرة كده مع الصلصة، وكمان نكون غاسلين الرز بتاعنا ونقلبه كمان في الصلصة.
بعد كده بقى بنجهز الحلة اللي هنحشي فيها، بنحط فيها بقى، بنقطع جزر وطماطم وبصل وفلفل وليمون. بنرص كده الأرضية بتاعت الحلة علشان تبقى حلو، نحط عليها ملح وفلفل. وطبعا جهزنا الرز وجهزنا كمان ورق العنب وسلقناه. نبدأ بقى. طبعا كل الناس بيعرفوا يعملوا الورق العنب، وبس في بنات صغيرة مش بتعرف تعمل تلفه. بصوا انا بنقيه صغير، بحب اجيب ورق العنب البناتي، بيبقى حلو قوي ويبقى طعمه جميل كمان، وحجم الصباع بتاع المحشي ما بيبقاش كبير. نفرد كده على البلانشة ونبدأ نوري ولادنا بقى بنعمل ازاي. بنحط كده ونلم الجناب. طبعا بنحط على بنلف على الناحية الخشنة بتكون ناحية جوه، واللي بتظهر بره الناحية الناعمة. شايفين دي طريقة. طبعا انا كنت مقورة بدنجان عشان باين على ايديا يعني. مقورة بدنجان بقى ومجهزة حاجات المحشي. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ بقى اهو بنلم الجناب ونلف الصباع كده ونجمد عليه علشان ما يفكش في الحلة. يعني اللي عايز يتعلم من الولاد الصغيرين، والله الطريقة سهلة والأكل مفيش أسهل منه. لازم تدخلوا المطبخ وتتعلموا، لأن فعلا يعني دي حاجة هتنفعك بعد كده في المستقبل. بنلف بقى، يعني طريقته سهلة جدا. على البلانشة ماشي. انا بالنسبة لي طبعا بلف على ايدي بيكون اسهل كتير، بس انا بعمله على البلانشة علشان البنتات الصغيرة اللي عايزة تتعلم اللف سهل جدا. والورقة الصغيرة كمان سهلة ازاي في اللف. يعني لو ورقة كبيرة يا ريت تقسميها، مش بحبه كبير خالص بصراحة. بس هي طبعا يعني أمزجة، كل واحد ومزاجه يعني. بس أنا عن نفسي بحب المحشي يكون صغير، يعني الحجم المعقول ده، الوسط ده. بنكمل بقى كده بنفس الطريقة. شفتوا بلفه على ايدي كمان سهل ازاي اهو كده. بنلف كده، بنلم الجناب كده ونلفه، ما فيش اسهل من كده اهو. يكون جامد جدا وماسك نفسه وحلو خالص. عشان كده بقول لكم ما تسلقوش الورق زيادة علشان ما يتقطعش منكم وانتوا بتلفوا، يبقى جامد كده الصباع وماسك نفسه اهو. الطريقة بقى اللي تناسبك اشتغلي بيها، والاسهل ليكي طبعا بتشتغلي بيها. تمام كده. مفيش اصغر من كده ورق بصراحة، يعني انا جايباه كله صغير جدا جدا. بعد كده بقى بنجهز بنرص بقى اللي احنا حشيناه. يعني مفيش اسهل من كده. بترصيه بقى بالطريقة المناسبة كده. اهم حاجة ما تخليش عليه رز كده علشان يبقى شكله حلو كده، وفي التقديم وساعة الاكل يفتح النفس. هكمل بقى رص الحلة كلها، وهزودها بقى بالشوربة. شوربة تكون مغلية وعليها كده طماطم وحلوة كده، زي ما انت بتستعمليها استعمليها. دي شوربة فراخ عادية هي يا جماعة. عملتها زودت بيها. اهم حاجه ما يكونش ما تزوديهوش زياده عن اللزوم. ورق العنب ما بياخدش سوا خالص، بنزوده يا دوبك الصباع يبقى نصه كده. هو استوى كده دلوقتي، قعد حوالي تلت ساعه او نص ساعه على البوتاجاز على حسب درجه حرارتك، بيغلي وبعد كده بتهدي عليه. وقلبته اهوت قدامكم. طالع ما شاء الله جميل جدا. والحله كمان استلس ولا اتلسع ولا اي حاجه خالص. كمان طبعا ما كناش عاملين الورق العنب لوحده زي ما قلت لكم، كنت عامله معاه بدنجان وكوسه وحاجه الاكلات بقى، بقيه الاكله بقى. والفراخ كمان ما شاء الله. زي ما انتم شايفين طالع جميل جدا.
كده خلص الفيديو بتاعي. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ورمضان كريم، واستنوني في فيديو جديد، واستودعكم الله يا احلى متابعين، والسلام عليكم ورحمة الله. قبل ما اقول لكم السلام، شايفين الكوسة والباذنجان جمال ازاي؟ ما شاء الله. يلا، كل سنة وانتم طيبين، استودعكم الله. باي باي.